مساء الهنا والسعادة على كل متابعين راديو محطة أتوبيس 6. أنا ليلى أحمد ودي أولى حلقات برنامجنا أبيض وأسود. مين فينا موقعش في غرام كل اللي اتقدم في الأبيض والأسود؟ مسلسلات، أفلام، أغاني، مسرحيات، شكل الشوارع والبيوت والناس. في برنامجنا أبيض وأسود كل مرة هناخدكم ونشوف مع بعض الأبيض والأسود وزمن الفن الجميل. خليكم معايا، هطلع فاصل صغير ونرجع نبدأ مع بعض حلقتنا. اوعوا تروحوا في أي حتة. ورجعنا لكم من الفاصل واحنا لسه مع بعض في برنامج أبيض وأسود على محطة أتوبيس 6. مين فينا محبش كل حاجة اتقدمت أبيض وأسود؟ مين فينا ما انبسطش قوي وتمتع وتمزج وهو بيسمع أغاني الأبيض والأسود؟ علشان كده النهاردة هاخدكم معايا علشان نحضر حفلة، نجهز كده مع بعض وهنحضر نفسنا لأنها حفلة مش لأي حد. حفلتنا النهاردة اللي هنحضرها في أبيض وأسود للست كوكب الشرق أم كلثوم. تعالوا مع بعض نستعد عشان نحضر حفلة لأم كلثوم. حفلات أم كلثوم كانت بتتعمل في أماكن كتير: حديقة الأزبكية، دار سينما ريفولي، دار سينما قصر النيل، وأماكن تانية كتير. وإحنا رايحين حفلة أم كلثوم أو رايحين أي حفلة بيبقى همنا قوي تمن التذكرة كام. تمن تذاكر حفلات أم كلثوم كانت ما بين 2 جنيه 75 قرش، أيوة زي ما سمعتوا كده بالظبط، 2 جنيه 75 قرش لحد 5 جنيه. وده كان يعني من نهاية الأربعينات لبداية الخمسينات. حتى بعد كده في الستينات والسبعينات تذاكر حفلات أم كلثوم وصلت ل7 أو 9 جنيه. يا سلام على أسعار زمان وحفلات زمان، يعني أقول للزمان ارجع يا زمان. أكيد وإحنا رايحين حفلات أم كلثوم مش هنبقى لابسين أي حاجة، إحنا رايحين نحضر حفلة لكوكب الشرق. هنختار فستان سواري شيك للهانم وبدلة ألاجة للبيت، والبارفان هنحط يا إما شانيل أو أرماني. ما هو اللي بيحضر حفلات أم كلثوم مش أي حد، اللي بيحضر الحفلات دي جمهور راقي بيحترم الفن، جمهور سميع من الدرجة الأولى، زي جمهور لا مش قصدي، يلا ما علينا، احنا دلوقتي في جمهور أم كلثوم. زي مين كده بقى؟ زي الحاج سعيد الطحان، صاحب الجمل الشهيرة اللي كلنا سمعناها في حفلات الست. عظمة على عظمة يا ست، تاني والنبي يا ست أنا جايلك من طنطا. دي الجمل اللي كنا ساعات كتير بنسمعها واحنا بنسمع أغاني كوكب الشرق. الحاج سعيد الطحان ده كان أول الحاضرين في كل حفلات أم كلثوم، لدرجة إنه لما أعلن إفلاسه كوكب الشرق أهدته حضور كل حفلاتها الباقية مجانا. يا بختك يا حاج سعيد. أصل الحاج سعيد وغيره من كل البلاد العربية زي السعودية والكويت والعراق واليمن جايين مخصوص للست، ومش بيسمعوا أي كلام ولا أي لحن، بيسمعوا كلمات وألحان يعني يمكن دلوقتي بندور عليها ومش لاقيينها، فبنرجع تاني نسمعها أبيض وأسود. يعني الحاج سعيد وكل حاضرين الحفلات دي من الجمهور الراقي ده سمع هجرتك لأحمد رامي وألحان السنباطي، سمع الست وهي بتقول هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي، وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي من الهوا كاسي. يا سلام لو صوتي حلو كنت يمكن عملت حفلة. ما هو دلوقتي كل اللي صوته حلو أو مش حلو بيعمل حفلة. ما علينا، احنا قلنا مش هنجيب سيرة حد، خلينا في حفلات الست. الجمهور ده كمان كان ليه الحظ انه سمع هو صحيح الهوى غلاب لعمنا بيرم التونسي، وكمان حظه كان حلو لما سمع دليل احتار لرامي وألحان السنباطي. سمع الست وهي بتقول ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار، تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول، أقول إمتى أنا وإنت نتقابل مع الأيام. يا سلام، مين فينا موقعش في غرام ولسه فاكر لعبد الفتاح مصطفى وألحان السنباطي؟ مين فينا ما سمعش لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق والحنان، لسه فاكر كان زمان
كان زمان كان زمان. اخر 2 كان زمان دول بتوعي انا، ما انا من الناس اللي بتحب الابيض والاسود. مين فينا بقى ما وقعش في غرام انت عمري، ومزيكة انت عمري، وكلمات انت عمري لأحمد شفيق كامل، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. رجعوني عينيك لأيام اللي راح، علمونا ندم على الماضي وجراح، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا. يا ست، زماننا الجميل مليان كنوز. صحيح حلقتنا الصغيرة خلصت، بس الزمن الجميل لسه مخلصش. استنوني في حلقة جديدة كل مرة مع أبيض وأسود على راديو أوتوبيس 6. ليلى أحمد. ذاكر يا انت ذاكر يا بيه.